وصفتنا النهارده بربع كيلو بانيه هنعمل احلى كفته فراخ. حطينا ربع كيلو بانيه، حطينا عليه بصلايه، فصين توم، بطاطس مسلوقه، ملح، فلفل، بهارات فراخ، بابريكا، سنه كزبره. بعدين هنضرب كل ده في الكبه. بعد كده هحطها في التلاجة نص ساعه ترتاح شويه عشان اعرف اشكلها. بعد كده جبت كيس ودهنته زيت ودهنت ايدي زيت. هاخد حته من الكفته وهفردها كويس على الكيس، هفردها رقيق قوي عشان انا هرفها رول. بعد كده هحط عليها جبنه موتزاريلا وهقفلها من الجناب، جنب اليمين مع الجنب الشمال، وهلفها رول زي ما احنا شايفين كده. بعد كده اكون هحطها في الفريزر عشان تشد شويه، عشان اعرف احطها في البيض والبقسماط. ده شكلها بعد ما طلعت من الفريزر. بعد كده عندي البيض، هحط عليه شويه لبن، ملح، فلفل اسود، وهضرب كل ده. بعد كده هنزل بالفراخ، هحطها في البقسماط وهقلب كويس. هخلص الكمية كلها بتاعتي. بعدين في زيت غزير سخن ننزل بقى بالكفتة، هقلبها زي ما احنا شايفين. هتطلع كمية حلوة جدا، نعملها بقى مع شوية مكرونة، جنبها طبق سلطة، هتبقى غدوة حلوة. فين شكلها جميل قوي ازاي، ولا ريحتها وطعمها خطير. اسمعوا بقى معايا كده القرمشة، شايفين قلبها من جوه مستوي وجميلة جدا.